الشرعيه تاعو مشكوك فيها. وضح لنا اين هي دوله المؤسسات. دوله المؤسسات تكمن في الدوله التي بنيت فيها 4 ملايين سكن. دولة المؤسسات هي الدولة التي لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة يا أخي سمير، هذه حقيقة. احنا نقول للمحسن أحسن ونقول للمسيء أسأت. أيعقل اليوم أنه كل ما أنجز في الدولة الجزائرية أصبح لا يساوي شيء. لا، هذا ليس سيد مليك، هذا ليس نحكيو على ما بعد 22 فبراير. معليش احنا ثق الشعب الجزائري، نحكيو على ما بعد الشعب الجزائري في رئيسه اللي مازال دستوريا هو رئيس، وهو اللي قال انا راني اقصى حد اني نواكب هذه التحولات وأعطي السلطة لمن يحفظ الأمانة. هذه أمان دولة الأخ سمير، هذه ما هيش لعبة. احنا رانا من مواطنين، ورانا كل مواطنين بسطاء، رانا منهم ونحن لهم. احنا رانا نطالبوا أنه يكون الرحيل هذا راح يكون معناتها ارحل، ما تدبرش عليا ما باش ندير انا. لو دامت لنا لا دامت لغيرنا، وهذا الحراك هو حراك كل الجزائريين، ونحن من هذا الحراك، ونحن والدين من رحم هذا الدولة وقادر يقود الأخ سمير. أنا يقول لكم ارحلوا. هل هذا إن كان هذا أن نرحل مش رأينا، إن كان هذا سمح لي الأخ سمير حتى نستمع لبعضنا لأن هكذا لا يفهم المشاهد. أنا نقول لك الرحيل هذا لازمته ترتيبات، ما يكونش رحيل عشوائي. ما يديرهاش هو. أنت في بيتك على مستوى بيتك، إن تريد أن تخرج من بيت إلى آخر لازم ترتيبات. ما يكونش هذا عشوائي. ديرها مؤسسات الدولة الحقيقية. لازم نكونوا معقلين، لازم نكونوا واقعيين. سامحني يا راجل يا أخي كريم، هو الأمور هذه تجاوزه الزمن. اسمح لي أخي كريم، أنا مانيش كلامي آخر ما يريد سي خديري دقيقة، سي سيناتور يا سيد خديري، هذا الشعب جماعة دقيقة، آخر ما يريده المشاهد هو أننا نتعارك كسرعة الدياكة. آخر ما يريده المشاهد هو الفوضى، يريد هدوء ويريد أن يستمع إلى أفكار، لأننا ضيعنا 20 سنة في المعارك. فالمرحلة الانتقالية هل ستعيد الحقوق للجزائريين؟ هل ستقبض على رجال الأعمال الذين يتهمون بالفساد؟ هل سوف تتخلص من رجال الساسة أو الأحزاب المفلسين؟ أم أنها ستكون مرحلة ليهبط واحد ويطلع واحد؟ معلش حتى نكونوا صراحة اليوم أمام الشعب الجزائري وأمام المشاهدين عبر قناة الشروق. كان واحد الكلام لازم ما يبقاش يتكرر. قال الرئيس، برنامج الرئيس انتهى سياسيا. معليش انا نحكوا على 22 فبراير فما بعد. معليش الرئيس اليوم هناك قوى غير دستوريه ما زال يمارس مهامه الدستوريه. يا راجل كبير هذا رانا نضحكوا علينا في الناس. لا ما نهضروش، مازال رئيس جمهوري. ما بقاش رئيس جمهوريه. الرئيس الجمهوريه اللي غائب اللي ما هضرش مع شعبه 6 سنين ماهوش موجود. معليش هذه النقطه تجاوزناها. المرحله الانتقاليه الان هناك قوى غير دستوريه. هل ستدخل الجزائريه الجنه بالليل ونهار حتى نفهم؟ 20 سنة ولا من 62 لغاية اليوم، وإخفاق بعد إخفاق، وإنجازات مع إنجازات ناقصة وإنجازات حققناها. أكيد الحل مش راح يكون في عام، أكيد الحل مش راح يكون في 6 شهور، ولكن هذا الشعب اللي صبر لمدة 4 أسابيع في الشارع بطريقة سلمية حضارية عالية، واكتشفنا أخلاق وسلوكات جديدة. أكيد نحتاج وقت لإعادة البناء، ولكن أهم شيء اكتسبناه في المرحلة هذه هي الثقة في أنفسنا. اليوم هو يقول لك باللي الرئيس محيط الرئيس، بالنسبة لي المستفيدين من حكم الرئيس جابوا خارطة طريق وجابوا الندوة الوطنية. هاو في مدة 10 أيام ما قدرش يشكل حكومة، يعني غير قادر على إدارة هذه المرحلة. هذه الظروف ما كانش ظروف، كاينة ظروف أقوى منكم. تشكيل الحكومة كاينة ظروف أقوى منكم لمدة 20 سنة. تشكيل الحكومة كان الرئيس صباح كهذا يستقيل الحكومة يتطلب الكثير من التفكير. أخي سمير دقيقة، احنا اليوم نشكل في حكومة في ظروف صعبة، يجب علينا التأني وأخذ يعني الكثير. سي خديري دقيقة هكذا لن يستمع المشاهد ولن يفهم أي شيء. سي حاج جيلاني معليش يا سي حاج، الشارع سيصبر على مرحلة انتقالية بدونهم. المرحلة الانتقالية هذه حتى نطرح سؤالي، المرحلة الانتقالية هذه الجزائريين عاشوا تجارب.
هل ما بعد يعني تعرف ما بعد أكتوبر 88 جبت لنا دستور مليح وكذا، ولكن فيما بعد تم الانقلاب أيضا مع توقيف المسار الانتخابي في بداية التسعينيات. هل هذه، وهذه ليست فزاعات، هذه وقائع يجب أن نتوقف عندها حتى لا نكرر أخطائنا. فهل يمكن أن نثق في مرحلة انتقالية؟ ما هي الشروط التي يجب أن نوفرها؟ لأنك أنت ذكرت آليات، صح، وش هي الشروط اللي ينبغي توفيرها لإنجاح هذه الآليات؟ ترك الأخ قادر تؤكد على أن المنظار نتاعنا عن صايبين فيه، لأنه علاش؟ تكلمت على المراحل الانتقالية اللي شرف عليها النظام وكل ما نجحتش، لأنه شرف عليها النظام. اليوم المرحلة الانتقالية يشرف عليها هذا الشعب اللي خرج من ممثلي الحراك، من ممثلي النقابات المستقلة، من الشخصيات الوطنية، من الأحزاب. إذن المكونات هذه هي اللي تكون الندوة الوطنية للحوار سيدة، ليس تلك التي أشير لها من طرف ويكون حزب جبهة التحرير الطرف الوطني طرف فيها ككل الأحزاب. مش الندوة اللي دعا لها الرئيس بوتفليقة، وإنما هي ندوة بمفهوم واحد آخر، وماشي الموفمون هذا مع ذاك لي بارتي بوليتيك، مع الأحزاب السياسية، هم اللي يشرفون على هذه الندوة الوطنية، وتكون سيدة قراراتها سيدة، هي اللي تكون ينبثق عنها أو تقوم بتعيين الحكومة الانتقالية. تكلمت على السلطة البديلة اللي هي في بديلة لرئاسة الجمهورية، وهي اللي تحضر أكيد يتحل المجلسي، هذا المجلسي الشعبي الوطني ليس الشعبي، وليس هذا المجلس هذا الذي ليس شعبي، يتحلوا المجلسين وينتخب مجلس تأسيسي ينبثق عنه دستور، هو اللي يدير الدستور مش تعديل دستور. طيب هل تراعي هذه الخطة الظروف الإقليمية؟ ظروفك هذا المسار اكيد انه تعرف بان الاخضر الابراهيمي قال لك لا نريد تكرار تجربه ابراهيمي من موقعه كشخصيه وطنيه، لانه ما عندوش منصب وليس رئيس الندوه. قال الاجتثاث او التطرف في الاقصاء قد يستنسخ بعض تجارب الدول الاخرى، وذكر مثال العراق، لا اعرف لماذا، مع انه المثال لا علاقه له بالجزائر، ما عندناش بريمه في الجزائر. بين قوسين رانا نشوف قد يكون لدينا بريمه غير ظاهره، نلاحظوا بعض شوف كيف لا بعض من يجي يتفلسف على الجزائريين بالقوانين وكذا، ويتكلم عن القوانين ويتكلم يمد لنا مثلا ويخوف في الشعب ويعطي له بالامثله على ليبيا وعلى العراق. الشعب الجزائري الجزائر ما هيش ليبيا، ما هيش مصر، ممتاز. ما هيش العراق. الجزائريين اليوم بالوعي نتاعهم السلمي هذا اعطى رساله واعطى درس في كل الاخر. النقطة التي ايضا يتساءل حولها الجزائريون هي ذهاب وزير الخارجية الى العواصم الدولية. يعني لماذا هذا التدويل؟ هنالك حتى داخل السلطة من يتساءلون، يعني وعلي بن فليس دار فيديو او بيان قال فيه السياسة الخارجية الدبلوماسية والدفاع الوطني هي سياسة يجب أن تتمتع بالإجماع الوطني الداخلي قبل ما تخرج أنت وتقدمها إلى حلفائك. يعني هذا المسألة وكأن الشرخ وقع حتى على مستوى السياسة الخارجية التي كنا متفقين عليها باللي جيدة ومليحة ومنذ الاستقلال حتى اليوم. ما رأيك؟ أنا أشير كلمة فقط في حق السيد الأخضر الإبراهيمي. هو شخصية يعني مرموقة ولها باع كبير في الدبلوماسية الجزائرية، هذا بشهادة الأعداء قبل أهل الدار، يعني باش ما نجحفوش في حق الرجال. بالنسبة للخرجات اللي قام بها السيد وزير الخارجية مؤخرا، هي خرجات تدخل في إطار العمل الدبلوماسي العادي التي تقوم به الدولة الجزائرية. احنا عندنا حلفائنا منتشرين حبر العالم، هو قام بمهمة تعد من بين المهمات يعني العادية اللي تقوم بها أي دولة. احنا الجزائر عندنا شأن داخلي، عندنا أمور داخلية نعالجوها داخليا، ويبقى رأي الأصدقاء هو احترام أمورنا الداخلية. ونشوفوا حتى التصريحات اللي جاءت من طرف هذه الدول اللي زارها السيد وزير الخارجية أنها كلها تساند الشعب الجزائري وتساند هذا التغيير، وقالت وبصوت مرتفع أن هذا الشأن هو شأن داخلي. من الأيادي الخارجية هنا الآن؟ من الأيادي الخارجية؟
تعرف بأن كنا دائما نقولوا أيادي خارجية أيادي ليس خارجية. هناك أيادي خارجية. لا عندما النظام يذهب إلى موسكو وبرلين أليس هذا أيضا يعني نوع من ممارسة الأيادي الخارجية لا اللي لا 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 تنتقدونها؟ احنا هذه الكلام هذا فتناه وتجاوزناه. ما عادش هناك أيادي خارجية. هذه الدول دول صديقة ودول لها مصالح مع الدولة الجزائرية، واحنا في معاملتنا الخارجية تبقى الجزائر شأنها مرفوع، وكانت من أهم يعني الأهداف التي جاء بها رئيس الجمهورية في بداية مشواره في 1999 عندما قال وبكلمة عالية أني سأعمل على إرجاع الجزائر إلى مكانتها الدولية، والحمد لله. واليوم أينما يذهب الجزائر أين المكانة الدولية؟ عندنا مكانة أين المكانة الدولية؟ في كل العالم. وين في كل في العالم؟ كل العالم، في أوروبا، في آسيا. الاتحاد الإفريقي عاود رجع المغرب وتراجعت الجزائر دولة عريقة، جامعة الدول العربية حصرت دول الخليج، ودولة بكل الأمم المتحدة لا نسمع لنا صوتا، دولة قوية، ودولة بأجهزتها دولة قوية. وبهذه المناسبة أحيي مرة ثانية دور الجيش الوطني الشعبي معليش. وكل أسلاك الأمن. نحيوا 10 مرات أكثر منك، مرة ولا 100,000 نهضوا على الواقع. احنا رانا عندنا تمثيل جيد والحمد لله. حتى خرجت السيد العمامرة كانت خرجت ممتازة، وكان هناك تجاوب مع هذه من الدول. تكون خرجت ممتازة داخل الجزائر، واحنا رايحين لها الأخ قادر. اوكي احنا رايحين لها. العامل الخارجي يسموه بالعربي. خليني نكمل. معليش. انا وجهت لي سؤال ما خليتنيش نكمل. قلت لي صاي جاوبتني. مازال حاب نزيد. واش تزيد؟ نزيد على الشأن الداخلي. اكثر من 20 سنة حاب تزيد. خلي بعد نرجعوا للشأن الداخلي. لا بزاف 20 سنة. خلينا نرجعوا للشأن الداخلي. معليش الآن سامر بالعربي أيضا لماذا هذا التضخيم والاتهام؟ وزير خارجية ذهب تحدث في كل الدول، يروح يقدم معلومات. تعرف بأن العالم الآن متداخل في بعضه البعض. أنت غدوة بالك يديروا لك حصار، بالك تصرى مرحلة انتقالية، داخلين في فترة غير دستورية غير مؤسساتية. فالأفضل أن تكسب حلفائك الآن. رمضان العمامرة نضع الخلافات الداخلية هنايا، وعندما يخرج كوزير خارجية جزائري. ما رأيك في شوف، نظن أنه الغرب فهم مليح رسالة الجزائريين برحيل النظام، فهمها مليح ودرسها، لأنه عنده مخابر دراسات وتحليل، مش كما احنا اللي كسرنا كل المؤسسات اللي تحلل واللي تدرس واللي تستبين الواقع الجزائري. ما يعاب على الأخضر الإبراهيمي وعلى رمضان العمامرة هو الذهاب إلى هذه الخرجات. تقول أنت باللي خرجات عادية، وزير خارجية يقدر يسافر لست أنا أقول لك البعض للحديث مع حلفائنا في الخارج. أكيد الجزائر ما تعيش في معزل عن باقي الدول، ولكن المصادر المؤكدة الدبلوماسية المؤكدة أنه العمامرة يخوف الدول الأوروبية من أنه إما هم هؤلاء النظام اللي مازال داير بعبد العزيز بوتفليقة أو الإسلاميين. هناك محاولة تخويف من استعادة الشعب للشرعية، للسيادة الشعبية، لأنه لو الشعب الجزائري عبر انتخابات حرة ونزيهة يقدر ينتخب رئيس حقيقي جزائري بشرعية لا غبار عليها، الجزائر راح تدخل مصاف الدول الكبرى وراح تكون قاطرة في إفريقيا وفي العالم العربي وفي العالم. لذلك هؤلاء يبحثون عن حليف استراتيجي أولا لحمايتهم هم من الشعب. ما شفناش وزير الداخلية هبط للميدان، ما شفناش الوزراء، ما شفناش وزير الخارجية هبط للميدان، ما شفناش الأخضر الإبراهيمي هبط للميدان. هؤلاء لا يستمعون لصوت الشارع، هؤلاء لا يهمهم الجزائر ورأي الجزائريين بقدر ما يهمهم رأي الغرب، لأنهم كانوا دائما في خدمة الغرب وفي خدمة مصالح الغرب. لذلك اليوم نقول لهم باللي راكم في عزلة داخلية وقريبا راح تكونوا في عزلة خارجية، لأن أوروبا مستحيل تقبل أن يكون هناك عنف في الجزائر، لأنه لو يكون هناك عنف في الجزائر، والعنف هذا راح يديروه هما ما يديروش الشعب. شعب حافظ على سلميته، ما سمعنا واحد سرق، ما سمعنا واحد سرقوا له بورتابل، ما سمعنا اعتداء على امرأة، سمعنا باللي كل المسيرات كانت سلمية وحضارية. أي انزلاق وأي عنف يديروا هؤلاء والمرتزقة اللي دايرين بهم رايحين للخارج، يستعينوا بالخارج على الجزائر. الخارج فاهم مليح وعارف باللي راهم بقوا أقلية، لذلك راح يكونوا في عزلة داخلية وراح يكونوا في عزلة خارجية. أيامهم معدودة. الخروج المشرف لهم هو البحث عن مخرج يعيد الشرعية للشعب. كان مؤسسات جزائرية قوية وقادرة، وكاين رجال ونساء في كل المؤسسات اللي قادرين يقودوا المرحلة القادمة. الطرق التقنية، الوسيلة، كيف، متى، والله كلش سهل. ممتاز. الشعب الجزائري اللي قاد ثورة بالسلاح الآن قاعد يقود في ثورة سلمية قادها ضد المحتل، واليوم رانا هؤلاء
هم ابناء المحتل. لا تستطيع أن تطلق هكذا احكام كامله. انت مصادرك مشكوك فيها. معليش والكلام مشكوك فيها، كلام ولكن خطير. الواقع سوف يؤكد ذلك. وهذا الكلام اخي والكلام اللي قلناه احنا هو يؤجج الامور ولا ما يدفعها الى بر رايك سيد الامان. جيلاني، ما رايك في حتى الشارع راه يحكي مع الكلام الصحف اللي الروسيه ومراكز الشارع. دراسات، بما ان حكينا على روسيا، بعض الصحف كتبت على ان هذه الجزائريون ينظمون ربيعهم الخاص، وهنالك شرخ عميق بين الجزائريين وما بين الطبقة الحاكمة وحتى ما بين الأحزاب السياسية. هل لاحظتم أنتم كحزب سياسي بأن هنالك طلاق كبير؟ كيف تذهب إلى مرحلة انتقالية وتسير فترة تحتاج إلى رجال سياسة يحظون بالثقة؟ يعني من أين نأتي بهم النخب الآن وكأنها أفلست؟ تقولي ميح النظام، حصر النظام، ضيق عليها النظام، هذه مبررات. شوف ما لازمش نغلطوا نفوسنا ولا نغلطوا الشعب الجزائري انه نقول باللي انه اسباب المعارضه ولا حتى الشخصيات المستقله ولا الحركات النقابيه المستقله ولا الجمعيات المستقله اللي عانت طيله، ما نقولش انا 20 سنه، نتكلم من 62 الى يومنا هذا. اختص البعض باغي يختصر لنا انه غير في 20 سنه. النظام هذا جاء من 62 بعد الانقلاب تاع 62، من 62 الى يومنا هذا سيرت البلاد من طرف نظام استبدادي، نظام تاع السفي احادي. ما نتكلمش على 20 سنه فقط، من 62 نصف قرن. اذا الجزائريين بعض يحاول يبعد في من 62 الى يومنا هذا. النظام عمل كل ما بجهده باش يبعد الجزائريين عن اذا كان متفقين. لماذا الشارع يبحث عن اشخاص مستقلين لتمثيله؟ احنا نتكلم لك على الافافاس، احنا نمشوا في المسيرات مع الشعب، والشعب مرحب بالافافاس، مرحب لانه المواقف نتاع الافافاس واضحه، ومرحب بالنقابات مع احترامي المستقله. للافافاس ولك شخصيا، شحال من واحد فات على الامانه العامه تاع الافافاس عليها الشعب ما شفاش عليكم؟ ما كنتش فا عليكم كون قعدتوا واحد تما يطردكم كما يطرد الناس. يشفى خاصة مواقفنا. كنا أول من ندعي تداول صراعي عند الافافاس يعني. وهذا الشيء نعتز به انه في الافافاس نتداول باي طريقه؟ لا بالطريقه عاديه، باي طريقه. كذلك في فيفري لما امر ثاني اذا كان حبيت نجاوبك على سؤالك. صدرك واسع مثل ما ننتقد الحكومه ننتقد الافافاس. نخرجوا لا انا سؤالي الان كون جا موضوع الافافاس كراني درته من بدايه الحصه، ولكن هذه جزئيه مهمه، ولانك من الافافاس انا اسال على الافافاس. كون جا على حزب اخر نساله باي طريقه اعطيتم يعني شجعتم الجزائريين على ممارسه السياسه، وهذا حزب عريق، اقصاءات، طرد قياديين، منع من الكلام، من حريه التعبير، اي مثال تقدمونه سيد جيلاني؟ هذا كل اللي راك تتكلم عليه انت اولا فيما يخص الشان الداخلي تاع الافافاس هو شان داخلي. اما فيما يخص واش عانى الافافاس من طرف النظام كما عانت كل الجمعيات المستقله معارضه لهذا النظام. اذا كما نقولوا الشرطه السياسيه لا بوليس بوليتيك عملتها من النظام هذا من 62 الى يومنا هذا، وكسرت وتكسر وتحاول تكسر كل معارض لوجهه نظر نتاعها، ومش غير كل ما هو حر ومستقل ومعارض لهذا النظام كان تمس النظام هذا. وانا قلت لك خليني نكمل لك برك باه ما نسيغنيش تخطش جيت هنا انايا نتكلم انايا في امر يعني الافافاس فوق النقد. مش فوق النقد بحجه انه شان داخلي. عرضني في ان شاء الله ما نعرضكمش هذا وين بدتم والف نعرضكم ما تجوش سيد جيلاني. 20 سنه وحنا نعيطوا لكم الافافاس ما تجوش، كي تواخذت على البلاد وطاح النظام راكم جيتوا. لا ابدا. احنا نعطيك الثقه وربما انت تعرفوا الاخوه يعرفوا انه المناضلين تاع الافافاس اطارات تاع الافافاس راهم مسجونين. نعطيك امين ولائي تاع الافافاس تاع الغواط راه مسجون بسبب نشاطه النقابي السياسي. نعطيك انه مناضل في الافافاس بابا نجار اللي عنده مش عن من سنه هو مسجونين على جال الاراء السياسيه نتاعهم. اذا احنا في المناضلين تاع الافافاس كاين اللي راهم مطرودين من العمل. احنا ما نتكلموش هكاك، ما نجوش نتكلموا باش نديروا الكلام هذاك تاع الخشب للشعب الجزائري. احنا نتكلموا في الميدان مع الجزائريين والجزائريين. وهذا الحراك هذا اليوم اللي راهو اللي نحييه ونحييه الشعب الجزائري جاء من بعد
عانى فئات كثيره من الشعب الجزائري، مش غير من اليوم، من قبل راه النقابات تقمع، راه الجزائريين والجزائريات يقمعون. اذا الخروقات اللي صارت كلها مست الجزائريين. هذا اليوم نحن نحييه، وهذا ثمره نضالات مستمره مش تاع اليوم. برك خليني نقول لك، اعطيتني سؤال حتى ودرتوا على السؤال. ربما اعطيتني سؤال ما خليتنيش نجاوبك على السؤال اللي هو مهم ويهم الجزائريين. اليوم انا نبارك هذا الاجماع الشعبي، باركنا كاع ومن بعد نبارك الاجماع الشعبي هذا. هي فرصه للخروج من منظومه حكم اللي سيرت البلاد الى جمهوريه ثانيه عن طريق مؤسسات منبثقه حقيقه من الشرعيه الشعبيه. ممتاز. سأعود لك سيد جيلاني، ولكن سيد خديري ايضا في نفسكم كافلان ما تحسوش باللي شكرا للشارع حرركم انتم ايضا في الافلان؟ يعني الهضره اللي سمعناها البارح لمعاذ بوشير ما كانش راح نسمعوها لولا خرج الشعب، انكم لم تحكموا وانما حكم بكم 20 سنه. كان يجي سلال ويحيى وانتم ما مديتوا لا رئاسه حكومه، تنازلتوا عليها، والان الكل يطالب بوضع الافلان في المتحف. يعني الكل يحاسب الافلان على ما تقولون انكم انتم لم تحكموا فيه. يعني حتى الشارع كما حرر القضاة والعدالة اللي خرجهم، كما حرر الإعلاميين وخلاهم يهضروا ويطرحوا بعض الأسماء بعدما كانت من الممنوعات قبل فترة قصيرة. يعني الشارع هنا حرر الأفلان. أليس هذا فقط يعني سبب باش تسمعوا له باحترام بدلا من أن تساهموا مثل ما ساهمتم في 20 سنة في مسرحية لم تكونوا انتم تقولوا لم تكونوا طرف فيها؟ يا سيدي اوكي، فلتكن البداية بالاستماع الى الشارع حقيقة وتنفيذ مطلبه، لا تكون مجددا طرفا يفعل به. هذا الافلان هذا ماهوش حزب اخر، لو حزب اخر قلنا معليش امال ليه يتحاسبوا عليه، ولكن الافلان تعرف الاسم كبير جدا. كبير جدا. افلان تاع الثوره كما يحسبوا لاني نشكر في الافلان تاع ولد عباس. انا اقول وبصوت مرتفع انه هذا الحراك حرر كل الجزائريين والجزائريات بما فيهم حزب جبهة التحرير الوطني. صحيح أنه حزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما كان محسوب على التسيير وكان محسوب على هذا النظام، ولكن رجالاته كانت بعيدة عن التسيير، لأنه أغلب الحكومات اللي سيرت الجمهورية الجزائرية أغلبهم ما نقولوش كامل هم خارج حزب جبهة التحرير الوطني. احنا احتراما لفخامة رئيس الجمهورية، وأقولها بصوت هو رئيس الحزب، احنا التزامنا هو التزام لا نقاش فيه ولا كلام عليه. يعني مرتبطين بالشخص فقط. احنا مرتبطين برئيس الجمهورية وببرنامج فخامة رئيس الجمهورية. يبقى الرجال الذين سيروا والرجال الذين وكلت لهم تسيير شؤون الدولة ابتداء من الوزير إلى آخر موظف في الدولة الجزائرية، فالجميع محسوب على كل ما وقع للدولة الجزائرية من فشل. لأنه إذا أردنا أن نحاسب الجميع فإننا نعلم أن الفساد والفشل ليس في هرم السلطة، ولكن من هرم السلطة إلى القاعدة السفلى للدولة الجزائرية. وش هي القاعدة السفلى؟ القاعدة الموظف في إدارته، الوالي المسؤول. الشباب عانى الأمرين، الشباب عانى التهميش، الشباب عانى الحجرة، الشباب عانى الكثير والكثير من الأمور. واليوم والحجرة وهذه أليست والتهميش أليسوا من الإنجازات؟ التهميش من الإنجازات. إيه الإنجازات بالمقلوب يعني. لا 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 هو الشيء اللي لحقنا به اليوم هو سببه الأساسي أنه الدولة الجزائرية كان فيها يعني تسيب في بعض الأجهزة وفي مجال التسيير اللي خلى هذا كل الحراك هذا يخرج إلى الشارع وينادي بصوت مرتفع نعم للتغيير، نعم لوجوه جديدة، نعم لنظام جديد. ونحن هل صحيح بأن هنالك قيادات أخطرت مجلس الدولة لتغيير هيئة التسيير؟ لا ما كاش منها الخبر؟ نعم ما كاش منها. أوكي طيب. سيد سمير بالعربي، هل نتوقع جمعة؟ مش عارف إذا يصح التوقعات أم لا، ولكن بناء على ما شفناه هذا الأسبوع هنالك من يتحدث عن استفزازات قليلة لم تحدث هذا الأسبوع. يعني الحكومة ما بانتش، بدوي ما خرج، مقصودة أنه ما بانتش، بدوي لم يخرج في ندوة صحفية، مرة مطلع مرة بعيد، يعني لا يوجد. الشارع الآن هنالك دعوات للخروج لا يمكن إنكارها، نقرأها الآن في مواقع التواصل الاجتماعي. فهل يمكن يعني أن نتوقع جمعة كبيرة أم أنها
جمعة يعني استراحة أم جمعة فتور أم ماذا يعني برأيك، وأنت لا تتكلم باسم الشارع ولكن ربما عندك رؤية لما يقع؟ قبل ما نجي للشارع عندي واحد التساؤل برك وشارع يتساءل. تفضل. مادام كل قاعدين يقولوا باللي احنا نحملوا كل المسؤوليه فيما حدث في ال20 سنه الاخيره، ومن بعد يقول لك رانا غلطنا انه رشحنا الرئيس وما كانش عندنا بصيره ورانا مع الحراك في الشعب في الشارع. درك ال20 سنه الاخيره هذه باخفاقاتها وجرائمها الاقتصاديه والتربويه، لانه حطمنا المواطن، من المسؤول عنها؟ درك احنا مثلا غدوه المواطن يحب يرفع دعوه قضائيه ضد من؟ ضد برنامج فخامه رئيس الجمهوريه اللي يحكيوا عليه 20 سنه. ضد من؟ وين المسؤول؟ حابين نعرفوا. درك القضاة اللي تحروا الحمد لله رب العالمين، اللي كانوا ديما تحت ضغط التليفون، غدا حابين نرفعوا دعوه قضائيه. اسكو نرفعوها ضد سعيداني، ضد ولد عباس، ضد هذا ابو شارب، ضد ويحيى، ضد من نرفعوا دعوه القضائيه؟ ولا هذوما كل غدوه يقول لك الرئيس ما كانوش، راح الرئيس، ولا الرئيس انتقل الى رحمه الله. من المسؤول؟ الدراهم اللي راحت على مسؤوليه شكون؟ ال20 سنه الاخيره دي كل حكومه رايحه وحكومه جايه 300 ولا 400 وزير، شكون المسؤول؟ حابين نعرفوا الان. الشارع اليوم لحد الان راهو كالم، راهو عاقل، ما بداش يحكي عن المحاسبه لانه عنده مطلب واحد، الرحيل. ولكن غدوه كي نبداو مؤسسات رسميه وشرعيه او نرجعوا نتحاسبوا. مع من راح نتحاسبوا؟ 20 سنه هذه شكون يتحمل مسؤوليتها؟ الملايير التي نهبت على من تتحسب؟ تقول لي على الرئيس او على محيط الرئيس او على القوى الغير الدستوريه؟ يجيبك بما انك تطرح سؤال مباشر. نجاوبك على السؤال هذا. احنا لكان عندنا جانب انه هناك سوء تسيير. على من يكون عاتق سوء التسيير؟ على رئيس الحزب او على المسؤول او على الوزير؟ على الوزير عينه رئيس الجمهوريه. الاصلاح يجب ان يكون منا احنا. لا كمواطنين عاديين. جاوبني يا اخ، جاوبني. أنا الوزير فست وقطاعه فست، غدوه احنا وشكون نعاقبه؟ الوزير. الوزير هذا شكون اللي غلط يخلص. الوزير الدولة الجزائرية دولة مؤسسات ودولة والقانون. الوزير يقول لك انا نطبق في برنامج الرئيس. برنامج الرئيس، ولكن الخروقات ليس في برنامج الرئيس، ولكن الرئيس ولكن في تصرفات بعض المسؤولين. مثلا نروحوا مثال بسيط، نروحوا لطريق السيار، سرق نهب، ملايير سرقت ونهبت. اليوم المشروع هذا من المشروعات الكبيره للرئيس، والوزير اللي كان فيه معروف. اليوم مثلا كيفاه نحاسبوه؟ يقول لك انا او لحد الان ما تحاسبش، واغلق الملف وتحط في الارشيف. اليوم غدا ان شاء الله لما تعود مؤسسات دستوريه وشرعيه حابين نحاسبوه، الرئيس انتقل الى رحمه الله. المحاسبه تكون بالطرق الدستوريه والطرق القانونيه. نرجع للحراك. الحراك سأعود له، ولكن الحراك اسمح لي قلت لك غدا الجمعه. الاشخاص والمحاسبه، الا تعتقد معي ولا تتفق معي بان هنالك صوت اخر، صوت عاقل يعني لا افترض حجمه، يقول لك الممارسات ستستمر حتى في فترة الديمقراطية وبناء دولة مؤسسات وديمقراطية، مادام الثروة النفطية التي تحكم هذا البلد سوف تؤسس لنظام ريعي توزيعي، وسوف نغير الطبقة المستفيدة بطبقة جديدة. يعني الممارسات أيضا يجب أن نقف عندها، لانه ما يكفيش تبني مؤسسات بلا ما انت تكون عندك اقتصاد قوي وبلا ما يكون عندك ذهنيات في التسيير جديده. وهذه كيف نؤسس لها باش دائما نشوفوا للمستقبل. هذا الوعي. المحاسبه، انا قلت لك الشعب صانع القرار هو الذي سيحدد ان كان يحاسبهم وباي طريقه يحاسبهم. ولكن الان نحكي على الذي انتشر منذ 22 مش فقط لمحاسبه الناس اللي الفوق، ولكن حتى لمحاسبه الناس اللي تحت. فقط اجل القضيه الى وقت لاحق. قضيه الذهنيات لو نشوفوا من 22 الى اليوم كثير من السلوكات تغيرت، كثير من الذهنيات تغيرت. نعطيك مثال بسيط، احنا الصباح رحنا نجيبوا النتائج من الثانويه وانا يقرا الابن ديالي، الاساتذه دايرين اضراب، قال لك المديره فاسده، المديره هذه لمده سنه ولا سنتين وهي تمارس في ممارسات فاسده، فتموا الاساتذه كل وداروا اضراب اليوم وما سلموناش الدفاتر على اساس انه هذه المديره يجب ان تحاسب. معناتها محاربه الفساد او مش فقط في اعلى هرم السلطه، سوف تنتقل الى ادنى هرم السلطه. ما رايك الذهنيات ستتغير تلقائيا. استاذ جيلاني، ما رايك في منطق المحاسبه هذا الذي يتحدث به؟ وما لازمش نستبق الاحداث الان. اليوم احنا نديو في الاف اف اس
لبناء الجمهورية الثانية. أسسها أكيد دولة القانون، دولة الديمقراطية، الدولة الاجتماعية اللي جاء بها بيان أول نوفمبر، ووثيقة الصلح. هناك ما تتحدث عن جمهورية أولى ليست حتى جمهورية ثانية، لأنه لم تكن هنالك جمهورية أصلا. إذا بناء هذه الجمهورية هذه بناء مؤسسات شرعية تبنى على الشرعية الشعبية الحقيقية. من المؤسسات هذه هي اللي المؤسسات هذه هي اللي تقوم بالدور نتاعها. لما نقول دولة القانون أكيد هناك هي تكون دولة مؤسساتية يكون فيها فصل بين السلطات، بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. أكيد أن القوانين تجري مجراها، وكل واحد فيها خضم في داخل هذا الدولة هذه بهذا التسيير هذه. أكيد أنه رايح يكون يحترم القانون، والقانون يجري مجراه مش كما راه دروك اللي يسرق الملايير يخبوا عليه، واللي يسرق تليفون يديوه موندا ديبول للحبس. ما رأيك في فكرة الجيش كمرافق أو كضامن للعملية الانتقالية؟ احنا أكيد في فاس عندنا قناعة أنه الجيش، أنه المؤسسة العسكرية، وفي كثير من المرات ذكرنا أنه المؤسسة العسكرية عندها دور كبير. الدور نتاعها هو دور دستوري، ومهمتها مهمات دستورية، هي وحدة الشعب الجزائري والأمن القومي والسلامة الإقليمية. أكيد في هذا هو الدور الدستوري للمؤسسة العسكرية. أكيد يمكن للمؤسسة أنها تلعب دور في المرحلة الانتقالية، أنها تكون ضامن لاحترام ما ينبثق من الندوة الوطنية للحوار السيدة، يعني تحمي ولا تكون ضامن أنها يكون احترام واش يقرر به الشعب، واش يخرج ينبثق من ممثلين الشعب اللي تكلمنا عليهم، هي تضمن. واحنا لما تكلمنا عن وثيقة الصمام أنه نتكلموا دائما عن أولوية السياسي على العسكري. طيب ما رأيك سيد خضيري في من يدعو لتدخل المؤسسة العسكرية باعتبارها هي من تبقى كمؤسسة قوية؟ أنت يعني تحكي عن دولة مؤسسات، ولكن البعض يفصل يقول أن المؤسسة العسكرية هي التي تستطيع أن تنتقل بالبلاد، وهنالك أصوات بدأت تتكلم عن هذا الدور. ما رأيكم أنتم؟ هو الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية في كل أسلاك الأمن هي حتى إلى الوقت الحالي تقوم ودورها الدستوري، بعيدة على كل الصراعات، بعيدة على كل الأمور التي يعني تمس وواقفة على المصلحة العامة للدولة الجزائرية، وهي ضامنة كل هذا الأمن اللي راهو عايشها الحراك منذ انطلاقه إلى يومنا هذا. أما أن الجيش يتدخل حتى تكون هناك يعني انتقال في السلطة، فرئيس الجمهورية دعا إلى هذه الندوة، ولحد اليوم كل الأطراف متفقة على أن هذه الندوة هي من بين الحلول التي تجعلنا نمارس سلطتنا الحزبية وسلطتنا التشريعية بكل هدوء وبكل سلاسة، ودون اللجوء إلى هذه المؤسسة التي لها يعني نشاطها في أمور أخرى، أمور أمنية، حماية يعني الحدود. متمسكون بالندوة، تجيبون عن كل شيء بأن الرئيس دعا إلى ندوة. هذه الندوة هذا ما تبقى. هذه الندوة أنا أعتبرها، وحزب جبهة التحرير الوطني يعتبر هذه الندوة حل لكل الجزائريات والجزائريين، لأنه ما نقدروش اليوم ندعو بالاستقالة في الخطاب، تنويع الخطاب، وكل هذه الخطابات. أنا خايف نسقسيك تطيع غدوة تقول لي الرئيس دعا إلى ندوة. لا احنا ما نروحوش حتى الأمر هذا يا قادة. احنا رانا نحوسوا على الحلول اللي تخلي الدولة الجزائرية والجزائر تروح للبر الأمان. مش نحبين تروح الدولة الجزائرية للفوضى. أيوة. مش نحبين نشوفوا الدولة الجزائرية راحت إلى ما كانت عليه في السنوات الفارطة. والعام والخاص يعلم ماذا صار بهذه الدولة في السنوات الجمر، في السنوات أن الجزائر خلصت فاتورة تاع 250 ألف جزائري ولا جزائرية راحوا ضحية الإرهاب الأعمى الذي كلف الدولة الجزائرية الكثير والكثير. طيب. هنا يجب علينا أيوة. التفكير بجدية، ويعني اللجوء إلى طريق يعني سلس، وطريق
يؤدي ممتاز. بهذا التغيير بكل هدوء وبدون تكلفة على الشعب. وأقل تكلفة يعطيك على الصحة. الشعب سيد سمير بالعربي، ما والكل. رأيك في نقطة الجيش والمرافقة؟ يعطيك الصحة سي مالك. خليني نكمل أكمل. حبيتش خليني نكمل. أكمل الجملة. يعني أنا حبيت نقول أن الجيش الوطني الشعبي يجب أن يبقى خارج هذه الأمور السياسية. أوكي، هذا هو. أكمل. صح. شكرا. سمير بالعربي، نقطة الجيش كيف تعلق عليها هذه؟ السيد جيلاني يقول ضامن، السيد خديري يقول يجب ألا نعود إلى الوراء، الجيش له دوره ولا يجب أن نمارس أي دور باسمه، فما رأيك أنت؟ ضمن من مهام الجيش الدستورية حماية الأمة، حماية الوطن، حماية مؤسسات الدولة. اليوم الدولة مهددة من طرف هذه القوى الغير دستورية، واضح الأمر. الدولة مهددة من طرف جهات تتواطأ مع الخارج لضرب استقرار الجزائر. الدولة مهددة من طرف أشخاص يريدون البقاء في السلطة رغم الإرادة الشعبية لملايين الجزائريين، واضح الأمر. الجيش يحترم مهامه الدستورية ويرافق الشعب الجزائري الطموح الطامح إلى انتقال ديمقراطي سلس. جيش 2019 ما هو جيش 92، واضح الأمر. احنا عشنا المرحلة هذيك ونعرفوا الأشخاص اللي كانوا فيها ونعرفوا الأشخاص اللي راهم اليوم في المؤسسة العسكرية. اليوم دور الجيش هو مرافقة هذا الانتقال، هو الضمان الوحيد لأن يكون هذا الانتقال الديمقراطي ناجح رفقة الخيرين الوطنيين من أبناء هذا الوطن. لو نشوفوا التصريحات والبيانات والخطابات تاع قائد الأركان من 22 إلى اليوم نلاحظوا أنه فيه تراجعات كثيرة في نوعية الخطاب. وآخر خطاب اللي قال فيه أنه مع الشعب وللشعب وبالشعب. ما نظنش المؤسسة قابلة هذه الفكرة تاع الندوة التي تشرف عليها قوى غير دستورية. ما تظنش ولا تتكلم مقتنع. وين مقتنع؟ مقتنع عندك معلومات؟ ما عنديش معلومات. مقتنع أن هذا الجيش هذه المؤسسة لن توافق على هذه الندوة. طيب التي أنت قلت الجيش 92 ليس هو الآن، وبس في 20 سنة تعرف الجيش تعرض إلى كثير من التغييرات، وكان هنالك إضعاف لمؤسسة مهمة وهي المخابرات. يعني هذه الأمور، أنا شكون يقول لي بأن السيد جيلاني يحكي على الضامن وأنت تحكي على المرافقة؟ يعني يمكن بعد مرافقة وضامنا. بعد الاستقلال الذي انقلب على الحكومة المؤقتة، بعد 65 الذي انقلب على بن بلة، من بعد وفاة بومدين 88 92 99 يعني كل هذه مع اختلاف، أنت تقول اختلاف الأشخاص يغير المنهجية. اختلاف الأشخاص، ولكن اليوم الجيش ماهوش في مواجهة حزب، ماهوش في مواجهة جهة من الوطن، ماهوش في مواجهة عقيدة، هو في مواجهة شعب. يعني هو الحامي لهذا الشعب. الظروف اليوم تختلف عن ظروف 92 و62 و95 و99. الشعب الجزائري اليوم كل موحد، كتلة واحدة، وكتر خير اللي وحدنا كتلة واحدة. من أجل وش؟ مش من أجل مصالح شخصية، من أجل بناء دولة جزائرية. واليوم الجيش أصبح أكثر احترافية، ولكن حتى القيادات اليوم والشبان اللي درسوا في المدرسة الجزائرية واليوم يتحكموا في التكنولوجيا الحديثة، واللي كثير نقولها صراحة كثير منهم شفناهم في المسيرات متخفي لابس مدني كمواطنين عاديين، مع أنه حقه الدستوري يمنعوا أنه من المشاركة، ولكنه شارك لأنه شاف أنه هذه الهبة ممتاز. تريد مشاركة الجميع بمرافقة وضمان لهذه المؤسسة. تريد أن توضح في هذه النقطة تاع السيد جيلاني؟ نقطتين برك بسرعة برك نقول باللي باش ما نكونوش كما النكتة اللي تقول في كل الدول عندهم جيش، احنا جيش عنده دولة، احنا نريد أن ننتقل بشكل ديمقراطي إلى ما هو أرقى، جيش دستوري محترف، حتى لن نتجاوز المكاسب التي حققناها في السنة. لأن حبيت نوضح إلى نقطة هامة، ما دعا له الأفافاس مثلا ندوة حوار سيدة، ليست هي الندوة اللي دعا لها ولا يستدعيها هذه النقطة. صحيح. النقطة الثانية قلنا الجيش الدور نتاعو الدستوري، احنا منذ نشأتنا الأفافاس موقفنا من المؤسسة العسكرية هي موقف ثابت في وثائقنا في مرجعيتنا ثابت ما يتغيرش. قلنا انه الدور نتاعو هو الدور الدستوري، عنده دور دستوري يقوم به، ويمكن ان يكون هو الضامن لما ينبثق عن الشعب وعن الشرعية الشعبية، مش عن طريق ما
الندوه أشخاص أو مصالح. الاشخاص ولا ما ينبثق عن الشرعيه الشعبيه مفهوم. يكون مفهوم. نظام الله. طيب حتى نختم ملك خديري الآن، ما هي الرهانات؟ هل الشعب يخرج فئويا طيلة الأسبوع وجماعيا يوم الجمعة وما زال يقول لا للتمديد ولا للالتفاف والاستغفال؟ كيف يمكن يعني لماذا يحاول البعض كسب الوقت على حساب هذه المطالب؟ حتى نختم، تفضل بحرية عندك. والله حبيت نختم مقولة سمعتها بالأمس من عند أحد مجاهدين الثورة التحريرية واللي مازال من بين القليلين اللي مازالوا على قيد الحياة، في مداخلة هكذا بعجالة سمع أحد الشهداء وهو في الاحتضار أيام ثورة التحرير يقول: أوصيكم بشيء واحد، أوصيكم بالجزائر والجزائر والجزائر. احنا اليوم رانا عايشين ظرف خطير وظرف صعب على الدولة الجزائرية. هذا الحراك سلاح ذو حدين، إما أن يكون عنده توجه إيجابي اللي راح يصنع الجمهورية الجزائرية الجديدة أو الثانية، وإما أن يكون عنده يعني توجه سلبي واللي قادر يضرنا أكثر من اللي ينفع. إذن وجب التعقل، وجب علينا أن نكون أكثر متبصرين، وجب علينا أن نضع المصلحة الشخصية على جهة، ويكون تفكيرنا تفكير في مصلحة الشعب الجزائري ومصلحة البلاد اللي ما عندناش بلاد يعني بدون الجزائر. إذن وجب علينا اليوم أن نكون أكثر يعني واقعيين، أن يكون حوارنا أكثر ديمقراطي، أن تكون هناك أن نستمع إلى الشعب أهم شيء. والشعب، هذا الشعب الملايين اللي خرج أخي قادة، يجب أن تؤثر، ويجب أن تكون هناك ممثلين لكل هذه الجموع التي خرجت اليوم. ملايين خرجت إلى الشارع، ملايين خرجت إلى الشارع وفي كل ولايات الجمهورية. أيعقل أن نتفاهم مع 20 ولا 10 ملايين ولا 15 مليون؟ يجب علينا اليوم أن تكون هناك تأطير لكل هذه الجماهير، وأن نعمل سويا من أجل المصلحة العليا للدولة الجزائرية، من أجل المصلحة العليا للجزائر، وأن يعني نضع هذه البلاد يعني فوق كل اعتبار. راهي بدأت تؤثر بسبب هذا الحراك الذي وقع. فتحت الجامعات على أشخاص كانوا ممنوعين من دخول الجامعات، يعني بدأت المحاضرات، الإعلام بدأ يتكلم بحرية. هذا كله لو كنا سمحنا به في 20 سنة لما كنا وقعنا الآن في أن الشارع يعبر بصوت مرتفع وخارج الهياكل والإطارات الممكنة. هذا ثاني ملاحظة يجب أن ننتبه إليها. سيد سمير بن عربي، جمعة الغد كيف تتوقع حتى لا أقول كيف تتمناها؟ نظن أنه رغم الظروف ونقطة التعطيل وممثلي الحراك لا أريد أن أسألك عليها لأنه صار عليها جدل كبير. من يمثل؟ سمعت بالحركات هذه التنسيقية، تأسيس تنسيقية أرضية، كيف تعلق عليها؟ التأطير الوحيد اللي قاعد يصير الآن هو التأطير على مستوى الولايات من أجل نجاح المسيرات. هذا موجود من يوم 22 في كل الولايات وفي كل الدوائر، وأصلا في الخارج موجود للمحافظة على سلمية ونظافة وحضارية هذه المسيرات وهذا الحراك الشعبي. أما قضية التمثيل الوطني ولا التمثيل ونطق باسمه، ما كانش ناطق باسم الشعب الجزائري. الناطق الوحيد اللي يقدر يتكلم باسم الشعب، باسم الولاية، باسم البلدية، هو عبر الصندوق. نهار يعطيك الصندوق في انتخابات حرة ونزيهة تقدر تقول أنه أنا ممثل لهذه الفئة. غدا حسب الأحوال الجوية راح تكون فيه أمطار ثلوج في كثير من الولايات، ولكن متوقع ومتمني أن الحراك سيستمر سلميا. يجب أن يستمر برأيك؟ سيستمر، نريد أو لا نريد سيستمر بغض النظر عن الأمنيات. يعني يجب أن يستمر. طبعا يجب أن يستمر. يجب من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري يجب أن يستمر شهر وشهرين و3 شهور، لأنه كثير سكتنا 20 سنة، فبه نحيوهم، مش به نحيوهم ونطيشوهم، به يرحلوا بطريقة سلمية. لازمنا الصبر ولازمنا الحكمة ولازمنا السلمية. آخر نقطة فقط بسرعة، آخر نقطة فقط لو تكرمت بسرعة. الجزائر يحميها شعبها ويحميها شبابها، ومع هذا الشباب رانا في مأمن إن شاء الله تعالى. ما رأيك سيد جيلاني حتى نختم؟ تفضل. احنا في الأفافاس معروف أنه قوة اقتراح منذ إنشاء الأفافاس يقدم اقتراحات من أجل
من أجل تسيير البلاد تسيير تعددي للجزائر. اليوم التحدي الرئيسي هو اليوم هو لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية التي تخبط فيها البلاد، والحفاظ كذلك على مستقبل الجزائريين والجزائريات. يكون هذا ببناء إجماع وطني وشعبي. هذا الإجماع الشعبي الوطني اللي بناه الجزائريين يضمن الديمقراطية السياسية والمواطنة والتقدم. أكيد احنا في بعبارات أخرى اليوم يتعلق الأمر باحترام التعددية السياسية، النقابية الثقافية وضمان الحريات. ممتاز. اليوم ستخرجون هو نخرج في كل جمعة ونطالب باش يبقى احنا نتمنى ونطالبوا في الافاس باه يبقى الحراك الى غايه تغيير جذري يعطيك الصحة. تحية سلمية لكل أفراد الأمن. شكرا. التلاحم وهذه الصورة الحضارية ما بين الشعب. يعطيكم الصحة. محمد حاج جيلاني سكرتير أول سابقا في الأفاف، سمير بن عربي الناشط السياسي، وملك خديري نائب رئيس مجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني. يعطيكم الصحة. شكرا. بارك الله فيكم. ومشاهدينا تصبحون على